الخبر الحلو إن مقاومة الأنسولين مش حكم نهائي، مش مؤبد يعني، ممكن بخطوات بسيطة تبدأ النهاردة ودلوقتي تغيّري ده. دي الحلقة ال5 من سلسلة مقاومة الأنسولين، اللايك الأمور وتعالي. أحلى حاجة إن جسمنا سبحان الله عبقري جدًا، أول ما بتبدئي تهتمي بيه بيبدأ يستجيب معاكِ بسرعة وبسهولة ومرونة. هاقول لِك أول خطوة وهي إنِّك لازم تنزّلي من وزن جسمِك 5%، ده هيحسّن جدًا من حساسية الأنسولين عندِك. هتقولي لي طيب وأنا أعمل ده إزاي؟ هاقول لِك قُلت لِك المرّة اللي فاتت إنِّك هتقللي الكربوهيدرات المكررة، ساعتها هتزوّدي في الخضار والفاكهة والرز البني، المكرونة البني، العيش البني، يعني منتجات الحبة الكاملة. كمان هندخل على البروتين ونخلّيه موجود في كل وجبة من وجباتنا، زي ما هو ما هيحافظ على شبعِك هو كمان هيحافظ على عضلاتِك. هندخل على الدهون، هاقول لِك إحنا محتاجين دهون صحية زي زيت جوز الهند، زي زيت الزيتون، زي الأفوكادو، زي المكسرات، ولكن كل ده باعتدال. جسمِك محتاج دهون صحية ولكن بشكل معتدل. الشرط التاني وهو إن الأكل لوحده مش كفاية، الحركة بركة. 150 دقيقة متقسمين على أسبوعِك بقى، عايزة تجري، تمشي سريع، عايزة تعومي، عايزة ترقصي، عايزة تعملي تمارين مقاومة، أنتِ وراحتِك، المهم اتحركي. ده هيكون بداية تحسن جسمِك جدًا. كمان الشرط التالت وهو نوم كويس، بتنامي من 7 ل9 ساعات في اليوم، أنتِ كده في الممتاز منه، إنما حرمان نوم بيساوي إيه؟ مقاومة أنسولين أكتر. 4 وهو التوتر، كل ما أنتِ في حالة stress وتوتر وهرمون الكورتيزول عندِك في السما، فأنتِ كده بتحكمي على جسمِك بالإعدام. هتهدي؟ هتهدّي جسمِك. كل خطوة من دول مفتاح بداية، فقولي لي هتبدأي بأنهي عادة النهاردة، وهستنى ردِّك في الكومنت. وما تنسيش تكوني متابعاني علشان الحلقة الجاية هاقول لِك لو عندِك مقاومة أنسولين خفيفة هتعملي معاها إيه. ابعتي لي اللي يهمِك وعيشيها بصحة، ابدئي بخطوات صغيرة.